اخواتي ممكن افهم يعني ايه 51 مساهمه تهديفيه. لا معلش بقى، حد يجي كده عاقل يفهمني يعني ايه 51 مساهمه تهديفيه لوحده. 51 مساهمه تهديفيه لوحده، لسه الموسم يعني مش هقول لك لسه ما خلصش، الموسم تقريبا لسه ما عداش 3/4. هو مش طبيعي كل ماتش غير اداء في الملعب، مش جول بس، مش اسيست بس، جول واسيست الاثنين. خلينا واقعيين شويه، ايا كان انت بتحب محمد صلاح او لا، بس محمد صلاح هو رفع سقف الطموحات بتاعتك كلاعب مصري. اي لعيب مصري جاي بعد محمد صلاح الموضوع عدى ليفل ان هو يكون لاعب جامد او لاعب محترف. عارف الكلام اللي بقوله لك ده مش هيضيف لك حاجه، او يعني مش غريب على ودنك، انت اكيد سمعت الكلام ده كتير، بس انا عايز اقول لك حاجه مهمه قوي. محمد صلاح وصل لليفل ان هو يعني مش خلاص بقى مشتري هنري وفان ستروي والناس دي، هو عدى الليفل الناس دي. الراجل ده بقى بيكسر ارقام كريستيانو وميسي دلوقتي. عدد المساهمات في موسم واحد في عدد ماتشات متتاليه بتاع ميسي هو تقريبا بيكسره او كسره تقريبا. عدد مساهمات واهداف كريستيانو رونالدو في الدوري الانجليزي مع مانشستر يونايتد برضه نفس الكلام. انت فاهم انا بكلمك في ايه؟ انا مش بكلمك في حاجه يعني كشعب مصري ممكن تحلم بيها اللي هو لاعب مصري يرفع البالون دور، لا ده بقى ده بقى واقع دلوقتي بقى. لو ما حصلش يبقى في حاجه غريبه بالمستوى اللي هو بيقدمه دلوقتي. محمد صلاح بيسجل في الكبير قبل الصغير، جول واسيست في شوط واحد، مش طبيعي مش طبيعي.